والله ما شفتك، ربما أنا كنت ما في مشكلة، تروح. ما في مشكلة. عمومًا كيف حالك؟ والله الحمد لله. أنت عندك شي مستعد يا اليوم؟ أسعد؟ ها؟ أنت مستعد مستعد لماذا؟ للصدمات؟ صدمات ماذا؟ أنا سميتك أنت واقي الصدمات للمغاربة. أي صدمة؟ خير إن شاء الله، إيش فيه؟ لا يكون في أنت اعتراف لا، سميتك مرة أنك أنت واقي الصدمات للمغاربة. ولا أنت ولا صدمات ولا حاجة، أنا مجرد متكتك يا أخي، أتكتك معكم بصراحة. وناخذ ونعطي ونتجاذب الأفكار، ما في صدمات. الصدمة كانت كبيرة عند بريطانيا، هي الصدمة كانت كبيرة. هي لا، أغنية، تعرف الأغنية بريطانيا هذه؟ بريطانيا لا لم تعترف يا أسعد، وتقول لهم أنها اعترفت ساعات وتعال إذا يا سمحت، عطاف إلى. أنا أول من صعدت إذا سمحت تفوتوني قبل. تعال تفضل عفوا. تفضل أخ، عقبة تفضل. عقبة بالنافع. خليه، لا لا، إذا حضر الماء غاب التيمم. تفضل. لا، لا شكرا لك، لا حاجة. يلا، ده العفو ده يا عبد القادر. ده قادر عندكم الماء وأنتم تيمم، أنتم تراب. بالطبع احنا عندنا الماء يا اسعد. تفضل اخي عبد القادر، تفضل يا قادر، تفضل. شكرا جزيلا. تفضل يا والله ماء، تفضل يا ماء السماء. أيوه تفضل. عندي تدخل ندير الصورة، قال ندير الصورة تاعي، ندير الصورة آه. هاي ربما في قضية العيد والعيد الأضحى. ولا آه. بكل صراحة أصدقك أن التلفزيون الجزائري يتعمد إظهار المظاهر أكثر فأكثر لإحراج الجانب المغربي، لإحراج الجانب والشعب المغربي أمام الحكومة تاعه ولا أمام الدولة تاعه ولا عجز الدولة تاعه أنها ما قدرتش توفر له الكباش بين قوسين هنا بما يسمى إخفاقات المخطط الأخضر. والدولة عجزت على توفير قطيع من الكباش، والدولة نزيدك أنا أكثر أن صندوق النقد الدولي يمنحها حتى من الاستيراد، يعني ما عندهاش حتى شوية أموال اللي تقدر تستورد بها الكباش. هذه أنا نقول لك بصراحة تعمد الإحراج. ومن نتائج هذا الإحراج أن الشعب المغربي ومنهم ربما أنت حتى لمدة، أنا ما نلومكش، أنت اللي مع الطرح المغربي تخرج تصبح في طريقة دفاعية الآن مثلا، تخرج في طريقة دفاعية تبرر لماذا ولماذا ويجب على الشعب المغربي ألا يأبها، حتى الشعب المغربي دخل في المنطقة دي. وهنا يشوف انه الطرف الجزائري، انا هنا نعطي قراءه يعني نحاول نكون سلوفيني يعني، يعرف باللي انه اوصل الهدف تاعه من نشر على الاعلام، اوصلت النتيجه. ثانيا انت قلت في اخر الكلام تاعك، قلت هذه شعيره من شعائر الله ولا يجب المزاح بها. الغريب ان من منع شعيره الله هو امير المؤمنين وليس رئيس جمهوريه او ملك عادي او الفونسو، هو اماره المؤمنين. واخيرا الحاجه اللي نقول لك عليها ان الكذبه اللي كانت احاول، هذه كلام سياسيه، الكذبه اللي كان يحاول الذباب الالكتروني انه يشيعها ان المغاربه يحبون ملكهم ويطيعون ملكهم. شوف يا اخي، انا كجزائري متتبع، لو كان الملك قال اهيب بكم الا تذبحوا الكباش لو شفت في المغرب طاعه تامه لهذا الدعوه، لان الدعوه من الملك عادي، هذا امر يوقع يعني سياسي ولا ضخم، دعوه من الملك كنت ساخاف، لان بما يشبه التعبئه. ولكن لما نشوفوا ملك يهيب بشعبه ويدعو شعبه لعدم العيد لظروف ولا ما كاش الامطار ولا، ونشوفوا عصيان شعبي لقرار ملكي، عصيان شعبي لقرار ملكي، عصيان شعبي بكل ما يحمل معنى الكلمه. ونشوفوا كذلك ما لاحظناه ان هذه الدوله تحكم بطريقه غير قانونيه، لان لا يوجد قانون في المغرب يمنحك من قيام بالاضحيه. كاين قرار شفهي، كاين كلام شفهي من الملك محمد السادس، ولكن لا يوجد قانون. مع ذلك القوات الامنيه قامت باعتقالات بما يسمى اعتقالات الكباش، اول مره تشوفها في العالم، اعتقالات واسعه في صفوف الكباش وجز بها في مخافر الشرطه. يعني هنا كانت تجربه خاطئه، ليس من ناحيه الكباش والعيد واستيراد، وان المغرب عادي من ذلك استورد قبل الجزائر، العام اللي فات كان يستورد المغرب، ولكن من ناحيه ان الملك اهاب بمواطنيه. وما نقولكش العدد، ما نقولكش في اغلبيه الشعب، ولكن فئه كبيره راحت الديتورن، راحت تتجاوز الاهابه الملكيه والدعوه الملكيه، سواء بشراء الكباش، وكلهم ولا عندهم عقيقه يا اسعد، كلهم ولا عندهم عقيقه، سبوع الولاده، المالتي ولدت، كلهم ولا عندهم عقيقه. هذه قراءه سياسيه ولا راكم انتم تشوفوا، انتم هذه قراءه سياسيه محضه، يعني تعبئه شفنا عصيان للشعب لهذا الملك فيما يخص الاضحيه. امور اخرى الله اعلم، انا نحكي ما على الاضحيه. السلام عليكم. وعليكم السلام، سد المايك. شوف، هو شوف يا قادر، هو كان باقي تعملوا بيان من وزارة الخارجية، لأن أنتم هذه الأيام عندكم إسهالات في البيانات، تعملوا بيان عشان الخروف المغربي. والله لم يتبقى إلا هذا، بيان من الرئاسة الجزائرية على الخروف المغربي. أنتم طبعًا عندكم أنتم مجهزين بيانات مثل الاعتراف البريطاني بصوابية مقترح الحكم الذاتي، رديتم عليه بعد ساعتين. بعد ساعتين، يا أخي اعملوا للخروف المغربي يا أخي بيان، والله يستاهل. بما إنه الرئاسة الجزائرية والإعلام الجزائري وأنتم قايمين نايمين على الخروف المغربي، ماذا بقي؟ يعني والله من حقي أن يكون له بيان هذا الخروف. خروف عجيب وغريب، يعني خروف العيد المغربي شغلكم إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة أنتم مشغولون ببلد ستذبح ولا ما راح تذبح؟ معقول حيوان اسمه حولي
خروف يشغل القوة الضاربة، يشغل بلد المليون ونصف شهيد، يشغل القارة، يشغلكم وأنتم شواكر الأفريق، وأنتم تبحثون عن الإنجازات الاقتصادية مثل الأولى والأولى والأولى، يشغلكم خروف المغربي. يرد علينا، اعملوا لنا بيان من وزارة الخارجية ولا من وزارة الزراعة، تعاطفوا يا أخي مع الخروف المغربي، طيب تعاطفوا، اعملوا تعاطف. يا أخي أنا لا أجد إلا أن هذا الخروف المغربي بجانب الإنسان المغربي مرمطكم أنتم كجزائريين، حتى الخروف المغربي مرمطك. خروف، خروف ما قد دخلناش العجل، أما لو هو عجل مغربي ولا عجل من حق المغرب ولا جمل ما أدري كيف كان بيكون حالكم. هذا حولي جعلكم واقفين على رجل. رئاستكم وإعلامكم وشنقريحتكم وتبون وأنتم والتيك توك ونازلين طالع نازل لاصق غباء اصطناعي وذكاء صناعي وذكاء مريخي كله على الخروف ديال العيد حق المغرب. هذا الانهزام، هذا الإفلاس، هذا دليل على أنك عندك فقر في الإنجازات، هذا دليل على أنك لم تستطع أن تحرز انتصارا على المغرب لا في مضمار الدبلوماسية وهو المهم. والجماعة خرفنوك سياسيا، أنت ماسك لي خروف العيد، الجماعة خرفنوك سياسيا، خرفنوك دبلوماسيا، خرفنوك إعلاميا، خرفنوك إخلاقيا، فضحوك عند أمة الصلاة، علم العالم مع من حشرهم الله في الجوار، خرفنوك في كل وسائل الدنيا وأنت ماسك لي خروف العيد. حتى هذه خرفنة عيدية. فرحان، أنت جاي فرحان على أنه لحظة على أنه لحظة خليني أكمل وأنا أعطيك حق الرد ولا يهمك. قال لك إعلامهم تعمد أن يحرج المغاربة، وهل أحرج المغاربة أصلا؟ المغربي يأكل اللحم طوال العام يا غبي. عفوا أنا أقول لمن عفوا ليست لك هذه يعني احتراما لوجودك معنا. يعني شوف يا قادر، شعب من أكثر شعوب الدنيا أكلا للحم. لو أنا إن شاء الله يجي إدريس العالمي، الذي يعرف إدريس العالمي يا جماعة يعمله لأنه هو عنده الإحصائيات كم يأكل الجزائري في السنة. أنا موجود موجود إدريس العالمي. وكم يأكل المغربي في السنة أو في الشهر، عشان تعرف أن المسألة ليست لقمة، المسألة ليست لحمة، المسألة إجراء وقائي تراه الدولة المغربية في حق هذا القطيع. بس مش المسألة أنهم مساكين سيحرمون. كيف سيحرمون؟ يحرم يوم العيد، لن يحرم أصلا، هو سيشتري من الجزار كما يشتري كل يوم. أنا صورت لك لو أنك بتتابع تشوف بس واد أمليل مكان واحد 3 كيلومتر على اليمين و3 كيلومتر على الشمال كله خرفان معلقة. هذا واد أمليل نفسه يمكن يذبح ما تذبحوه أنتم كلكم القوى الضاربة، وتأتي وتقول لك أحرج المغاربة. أحرجتم أنفسكم، أنتم أظهرتم الذي أنت لم تحرج المغاربة في شيء. أنا لا أرى المغاربة يضحكون. أنا سأصور لك يوم العيد، العيد سيدوز كأي عيد عادي جدا. أنت أحرجت نفسك لأنك أثبتت أنه لا إنجازات لك أمام المغربي. أنت تناطح المغرب، لم تجد إلا أن تناطحه بالخروف. نطحك بوريطة، نطحك لقجع، نطحك عمر هلال، نطحوك في ملف الصحراء سيحسم بعد 4 شهور. اعترافات من أوروبا، الأمريكان، الفرنسيين، البريطانيين، في مضمار السياسة، في الأخلاق، في الدبلوماسية، كأس العالم قادم، كلها ملاعب، البلاد تنتعش، البلاد فيها شيء، وأنت جاي لي إيش؟ الخروف حق العيد. إلا أنت تعرف أنت مثل إيش؟ مثل هذاك الذي تمخض الجبل فولد فأرا. هو هذا أنتم، تمخض الجبل، القارة، الأمة، الشواكر، بلد المليون ونصف شهيد، تمخض الجبل فولد خروفا. هذا قدركم وهذا الشوكرة، هذه القوة عندك انك تواجه المغرب انه منع بالاستهزاء. انت تستهزئ. يا ليت انك ناقشت في الارقام والدواعي بطريقه قانونيه محترمه هكذا، ما هي الاسباب، ما هي الدواعي دينيا مثلا قبل ما تفتح هذا شيء. لحظه يا اخي لو سمحت دقيقه لا تفتحش الميكروفون الله يرحمكم الوالدين. ما دام طلعت عندي القصه تاخذ حقك كامل كلكم. بس انا من حقي انني مثلا اصوب بعض الامور. يقول يعني الاخ قادر يقول ان هناك عصيان للملك. كيف عصيان والعيد لم ياتي بعد؟ كيف عرفت قبل العيد بيومين؟ كيف قد عصوا وعاد العيد بعد يومين؟ قول لي يعني. انا ما ادري كيف العصيان هذا من يوم عرفه وقد في عصيان مدني والكل سيذبح. انتظر الى يوم العيد وانظر كم ستسجل الاحوال في المغرب، من ذبح ومن لم يذبح وشيء من هذا القبيل. اما اعتقالات الكباش هذه من تاليفكم، ما فيش اعتقالات كباش ولا حاجه. الاستخدام الحيواني هو عندكم، لم يعتقل اي كبش في المغرب. انتم من قلتم ان فرنسا حاكمت باللارج طير، هذه الشطحات ديالكم ليست ديال المغاربه، لا ترموها على المغاربه. انتم من نسجتم حكايه البلارج وقلتم حاكمته وعقدت له محكمه وتم اعتقاله وتم محاكمته اعداء. البلارج الشهيد انت تعرفها، وتعرف انت الوحيد الذي لديكم دابه حركيه خانتكم، دابه انثى الحمار وسجنتموها وربما عدمتموها لانكم اكتشفتم انها طلعت حركيه. هذه الحكايات مع اعطي الاخ ادريس يرد كمغربي وبعدين نعطي قادر حق الرد مره اخرى. لا رد على الكل يا قادر. اسعد راني طلعت قبل باش نقدر في المداخله ديالي ونمشي، راني في الخدمه والله يا اخي اسعد. يا اخي انا بغيت ادريس انت شكلال. شكلال اعطيني دقيقتين
والله راني في طيب الخدمه، شوف والله راني في العمل وراني محبس العمل باش صافي خذ دقيقتين ثم ادريس ثم اسمح نعود لي. لقادر يا السلام عليكم وتحياتي لكم جميع، الاخ ادريس العالمي وكاع الاخوان الاخوات اللي هنا معك في الجيست. شوف، تعرف متى يكون العصيان المدني داخل المغرب؟ يكون العصيان المدني داخل المغرب لو استورد المغرب القطعة التي استوردتموها انتم من رومانيا، هنا يقع العصيان المدني. المفهوم تاع الكبش عند المغاربه والمفهوم تاع الكبش عند الجزائريين، انا راسي حبس كما يقولوا، المخ ديالي حبس. يجي واحد جايب قط مستورده من رومانيا ويقول لك كبش. انا نعرف الكبش وكبرت ان الكبش هو تبارك الله هو حولي بالقرون دياله وكل شيء، والسيد مستورد قط ويقول لي كبش. انا هنايا المخ ديالي حبس. واش الكبش عند الجزائريين هو هذاك مسكين ذاك القط الذي الوزن دياله لا يتعدى 5 كيلوغرامات؟ يا اخي احنا لما تقول كبش انا في الذهن ديالي تصور ان الكبش تبارك الله بالقرون دياله وحولي بمعنى الكلمه، ولما نقولوا حولي يعني دار عليه الحول، يعني خروف. يا قادر دع الكاميرا الى ان ياتي لك الدور، لا تفتحها وفي اخر يتكلم. اكمل. هم حتى الكلمه، هم حتى المفهوم تاع الكبش ما يعرفوش ما معنى مفهوم الكبش والحولي. الحولي يدور عليه الحول، يعني كنت عدى سنه. هما جايبين قطط من رومانيا عندهم يومين بعد الزياده وقال لك اودي هادو راهم حواله. واش هاد الناس هادو راهم عايشين معنا في هذا الكوكب ولا عايشين في كوكب اخر؟ انت وجدي صح؟ انا وجدي من المنطقه الحدوديه. دعني اذكرك بشيء، وهذا الكلام قاله لي الاهالي. شوفوا كيف تدور الدائره يا جماعه، شوفوا كيف تدور الايام. والله يخبرني اهل بركان واهل وجده ان كان الثلث الحولي الذي يذبح في العيد عند البركانيون والوجديون، كان الثلث الصدقه يذهب لاولئك الذين كانوا يتدربون من ابو مدين وجماعته، كانوا يعطوا من الاضحيه المغربيه. الله كيف دارت الايام. قالوا والله العظيم كنا نعطيهم الثلث الذي هو صدقه. هو ثلث العيد هو ثلث تاكله انت، وثلث تهديه لمن تريد، والثلث تتصدق به. قالوا تقريبا كل البيوت التي كانت تذبح في بركان والسعيديه ووجده كانوا يتصدقون بالثلث لاولئك المقاتلين الذين كانوا يتدربون في وجده من الذي كانوا يسمون انفسهم المقاومين الجزائريين، وعلى راسهم الذي اصبح رئيسهم بو مدين. اليوم عام 2024 ياتي جزائري يتمسخر على الاضحيه المغربيه. يا للهول يا للعجب. بل ان الحسن الثاني اهاب بالوجديين وجميع المغاربه كلهم ان لا يرموا جلود الاضحيه. بالله، والمنزل تاع الجد ديالي والجده ديالي باقي قائم الى حد الان. كانوا يدخلون مجاهدين من الجزائر الى المغرب وكانوا يقيمون في البيت في منزل جدي الله يرحمه والله يرحمهم حتى هما، لانهم كان الناس عندهم يعني كانوا يموتوا على الاراضي ديالهم. اقسم بالله ان المراه المغربيه هي الاخيره الا كانت عندها دجاجه تبيعها ولا تعطيها للزوج ديالها، ولا كانت عندها اللويز. كان اللويز راهم يعرفوا ما معنى اللويز مغاربه، تعطيها للزوج ديالها. اللويز كان عباره بحال اللؤلؤ، بحال اللؤلؤ كانوا يديروه الحلي، يديروه النساء للتجميل. تقلعوا المراه وتعطيه للزوج ديالها وتقول له هاك بيعه، وهذاك المال دياله زيدوا للذخيره للمجاهدين الجزائريين. كان شي دجاجه مات، اقسم بالذي لا اله الا هو. طيب. وهذا الشيء وقع عندنا حنايا في الدوار ديالنا وفي المنزل تاع الجد ديالي، ويجمعوا لهم الاموال. والان جايب قط من رومانيا ويقول لي هذا كبش، وانا هذا العام غادي نعيد وانت ما تعيدش. يا لا حول، ما بلا ما نقول شي كلام صافي دعني شكرا وغادي نهبط نحل المكان ديالي وتحياتي لك يا قادر. خلي الصور لما ياتي لك الدور الله يرحم لك، لا تشوش. ادريس العالمي ثم نعود الى قادر في حق الرد. انا ساعطيك حق الرد على ادريس. حياك الله اخي اسعد، تحيه لكل حضور كريم وشكرا على المساحه. هو في مساله العيد او الاضحيه، انا دعني اطرح سؤالا استنكاريا: ماذا سيحدث بعد يوم الاحد الذي سينتهي فيه العيد وستنتهي هذه الجلبه؟ هل ستستقر الاوضاع هناك؟ هل ستحدث هناك تنميه في الجزائر بعد هذا، بعد ان خصصت الدوله؟ وهذا يدل على عجزها، انها يعني اعطت ارقام للمواطن بوصول 1,000,000 كبش، والارقام داخل الجزائر تشير انهم لم يتجاوزوا حتى 400,000 حتى هذه اللحظه. هذه المساله الاولى. ثم المساله الثانيه، يعني على مستوى دعني أنشر الصورة حتى ينظر إليها الأخ مدام هو متواجد معنا. الصورة نعم، هذه الصورة هي الحافلات أو الشاحنات. ما في هذا مزيان نعم. وسطها هناك صورتين نعم، هي شاحنتين. الشاحنة الأولى كانت مخصصة لنقل الأكباش، ثم أرسلت الدولة الجزائرية إلى الشباب المتواجد يعني داخل تندوف لأداء الخدمة العسكرية. يعني لاحظ أن الدولة عجزت حتى على توفير شاحنات يعني محترمة، أو دعنا نقول حافلات محترمة لنقل الشباب الذي يؤدي الخدمة العسكرية في تندوف، وسيتم نقلهم لمدة يعني لمسافة 800 كيلومتر في شاحنات مخصصة لنقل الأكباش. يعني هذا يعني كيف هي نفسية المواطن الجزائري الذي يؤدي خدمة الدفاع عن الوطن ولم يجد يعني وسيلة للركوب، وانتظر لمدة 7 أيام يعني يبات في الخلاء، والفيديوهات منتشرة بقوة يعني في مواقع التواصل. ادريس نعم. رد على هذا السؤال. نعم. هو مثلا سؤال طرحه قادر ويطرحه الكثير، يعني بما ان عندكم شحة في الخرفان
وعندكم ندرة في القطيع وتخافوا من ضياع السلالة أو شيء، لماذا لم تستوردون؟ نعم، هو مسألة الاستيراد تكون للأمور الضرورية، حينما يعني لجأ المغرب إلى مسألة إنشاء ما يسمى بالمحطات الاستراتيجية. أضحية العيد ليست ضرورية. ليست ضرورية بالنسبة لي أنا كمواطن، لا أعتبرها، لأنها ليست هي الركن الأوحد في العيد، هي شعيرة لكن ليست بالضرورية. طبقا يعني لو خيرنا بين أمرين: إنقاذ أرواح في ربما في كوارث قادمة، نسأل الله تعالى ألا يحدث ذلك، في محطات استراتيجية في جميع المغرب خصص لها أكثر من 7 ملايير درهم مغربي على مستوى جميع مناطق المغرب، هذه أهم من عيد سينتهي في يوم واحد، لكن هذه المحطات ستستمر في التواجد ولربما ستنقذ أرواح في قادم الأيام. لذلك نحن ننظر إلى الأشياء بمنظورها طيب لحظة نعم. لحظة، في سؤال هذا مني أنا دائما يتبادل إلى ذهني، وأنا أكل اللحم هنا في المغرب وأكل المشاوي ديال واد أمليل وهذاك الأماكن الذي أمر منها. يعني هي يوم العيد واتخذتم هذا الإجراء، طيب الخرفان تذبح يوميا على مدار هي العام. مسألة نعم، هي مسألة ذبح الخرفان، ربما ما أرادت الحكومة تطبيقه على أرض الواقع هو أن لا تذبح الشاة، يعني أنثى الخروف، هي فقط لأن حفاظا على السلالة. أما مسألة الخروف هناك يعني كمية كبيرة، دعنا نقول بأن توجيد أو لا يعني تهيئة الخرفان التي كانت معدة للذبح في الأضحية إذا لم تستهلك في هذا الوقت سيصبح يعني من الخطر أن تستمر يعني في إطعامها لمدة سنة كاملة للعيد القادم. وبالتالي كانت واحد يعني المدة أن الخروف الذي يساوي مثلا 5000 درهم لا يتعدى ثمنه في السوق 2000، وهذا أعطى يعني ربما يعني فائض كبير على مستوى الأسواق. لكن الحكومة الآن وعلى مستوى البرنامج الذي وجه بشكل استعجالي على مستوى يعني تربية الأكباش في السنة القادمة كان يستهدف أولا أن لا تذبح يعني أشاد، وهذا كان موجها بطبيعة الحال، وسيستمر يعني مباشرة بعد العيد سيستمر بطبيعة الحال ذبح الأكباش في السوق المغربية. لذلك أظن بأن الجزائر أرادت يعني ما حليتوش المسألة في مسألة التخفيف من استنزاف هذه الخرفان، لأنه 360 يوم تذبح، أنت منعتها يوم واحد اللي هو يوم العيد. نعم، دعني أجيب على السؤال بطريقة أخرى. هناك عينة كبيرة من الأكباش هي كانت في استعداد للذبح في الأضحية، يعني كانت موجهة، يعني أصبحت جاهزة للذبح، لا يمكن إطعامها لسنة كاملة للعيد القادم. وبالتالي أصبح من المفروض على، وأنا بكوني يعني كنت متخصصا في هذا المجال لأني أسكن في البادية، يعني يستحيل عليك إطعام مثلا كبش يعني كبير لمدة سنة أخرى، سيصبح يعني لن تصبح فيه الفائدة للكساب، وبالتالي سيثقل كاهلة. هذا هو ما تم طرحه في السوق. لكن الأكباش الصغيرة والنعاج لا يمكن ذبحها، ومفروض يعني هذه ما تفرض عليه العقوبات، حتى أن اللجن المتواجدة في المدن هذه هي العقوبات، دعنا نقول أنها يعني زجرية، تقول لا يمكن ذبحها حفاظا على السلالة، لأن الهدف من المنع هو الحفاظ يعني على السلالة وبالتالي على الكمية التي يمكن أن تنتج للسنة القادمة. هذا هو الأمر.